النهاردة بقى هنعمل القرص والقراقيش. عجينة سهلة وسريعة ومفيش أحلى من كده. أنا عاملة مقدار 4 كيلو دقيق، ممكن تقللي وتزودي الكمية زي ما انت عايزة. 4 كيلو دقيق، حطيت عليهم 2 كيلو الا ربع سمنة على زيت، ممكن تستخدمي زيت بس أو سمنة بس. حطيت معلقتين كبار شمر ناعم، الشمر بحمصه بطحنه ناعم خالص. وحطيت جوزة الطيب، وحطيت محلب. بحط الاول السمنه، طبعا عايزه تسخني السمنه براحتك، عايزه تحطيها على البارد وطبعا بتبقى اخف براحتك. الاول بنبس العجينه كده ونشرب السمنه للدقيق، وبعدين ننزل بلبن. ال4 كيلو خدوا معايا كيلو وربع لبن. وطبعا كنت محمصة سمسم، خدت معلقتين من السمنة وحمصت فيهم السمسم، حوالي كوباية سمسم. حطيت خميرة لكل كيلو معلقة. مفيش اسهل من كده. بفضل اعجن لحد ما العجينه تبقى معايا طريه. اجرب اعمل كوره بايدي كده وبططها، لو الكوره ما اتشققتش من على الحروف يبقى كده العجينه تمام، ابتدي اشتغل بيها. لو الحروف اتشققت بزود شويه لبن حبه صغيرين وبجرب تاني. عملت منها بقى بالملبن، محشيه ملبن، وعملت منها قراقيش صوابع. مفيش اسهل من كده، سهله جدا. المقدار طبعا فيكي تقللي وفيكي تزودي زي ما انت عايزه. شايفين بقى لما استوت واتحمرت؟ يا رب تكون الطريقه سهله وعجبتكم. ما تنسوش لو عجبتكم اللايك والشير وتشتركوا في البيج.